تعالوا اقول لكم ليه استخدمت غسول كلارا بيل لبشرتي. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا الاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست، ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. اول حاجه، انا من نوع بشرتي اللي بتكون في الصيف مختلطه مايله للعاديه، وفي الشتاء بتكون عاديه مايله للجافه، وساعات كمان بتجف جدا. دايما كنت بدور على غسول يكون مناسب. الفتره الاخيره طبعا الغسالات اسعارها ضربت فوق في السماء، منتجات مصريه كتيره قوي ظهرت، فحبيت ان انا اجرب الغسول بتاع كلارا بيل. كلارا بيل هو مناسب زي ما قلت لكم للبشره العاديه والجافه والبشره اللي مايله للجافه، وكمان المختلطه اللي مايله للعاديه. في منه نوعين، في منه النوع الفوم زي اللي انا ماسكاه ده، وفي منه النوع الجل. انا هتكلم على النوع الفوم اللي بيخص بشرتي. زي ما انتم شايفين كده انا تقريبا مخلصه نصه، هو نوع فوم. اول حاجه لازم نغسل بشرتنا كويس، وبعد كده بنمسك الفوم نحطه على ايدينا زي ما انتم شايفين كده، ونبتدي ندعك جامد ونبتدي نشتغل على بشرتنا، بحيث ان احنا نخلي الغسول يتغلغل في طبقات البشره بتاعتنا وينظف بشرتنا، ونفضل عاملين كده لمده من نص دقيقه لدقيقه علشان تحصلي على افضل النتائج. ليه بقى استخدمت الغسول بتاع كلارا بيل ده؟ لان زي ما قلت لكم مكوناته لقيتها حلوه قوي، كمان بينظف البشره مش بينشفها. ايه بقى اهم المكونات بتاعته؟ اول حاجه فيه نسبه بيبانسين، واحنا عارفين ان البيبانسين او البنسينول بيرطبوا البشره. كمان في فيتامين ه اللي بيعمل على تفتيح البشره، في الكمونيل المنعم للبشره علشان احنا بشرتنا عاديه او جافه، فبتحتاج ان يكون فيها نسبه ترطيب عاليه، وكل الحاجات دي موجوده في غسول كلارا بيل الفوم. وكمان في مستخلص الشاي الاخضر، اللي لو طلعت لك حبايه او حبايتين قبل البريود مثلا او بسبب تغيير الهرمونات او الجو، الشاي الاخضر معروف ان هو بينشف الحبوب بتاعه بشرتنا. كمان في حمض الهيالورونيك اسيد اللي بيعمل على الترطيب المائي للبشره. فتقريبا كده المكونات بتاعته بيرفكت، عاجبني جدا يا بنات. وكمان في منه الجل، بس ده بيكون خاص بالبشره الدهنيه، هعمل لكم حلقه كامله عنه. جربوا الغسول ده. وطبعا بعد اي غسول حتى لو في نسبه ترطيب، انا عن نفسي بنصح ان احنا نجيب مرطب. المرطب اللي انا بحبه وبموت فيه هو مرطب موندو، بس موندو ده ما ينفعش مع بشره دهنيه قوي، محتاج يعني بشرات مختلطه، بشرات عاديه، بشرات جافه، هيديكوا افكت حلو قوي. كمان ريحته حلوه، ينفع تحطيه تحت العين وينفع تحطيه على شفايفك. استخدمي الروتين بتاع كلارا بيل، واستخدمي كمان مرطب يكون مناسب مع بشرتك، بجد هتلاقي افكت ما حصلش. ما تنسوش يا بنات لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. الغسول متوفر في الصيدليات، ثمنه من 140 ل 150 جنيه، لان انا طبعا شارياه بقالي حوالي شهرين، يعني لو زاد ما اعتقدش ان هو هيكون زاد كتير. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير. كانت معاكم الاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست من مركز تشايني لعلاج البشره والشعر. مع السلامه.